السلام عليكم الغزالات ديالي، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واليوم جيتكم بنهار جديد وواحد الفيديو جديد، وغادي يكون ان شاء الله هذا النهار يكون فلوق رقم 4. رحنا هنا البنات خارجين من مدينة أكادير باش نمشيو نكتشفوا مدينة واحدة أخرى، وهي مدينة مراكش ان شاء الله. حنا بدنا له توروت البنات هنايا ديال يعني هكا من مدينة أكادير لمدينة مراكش. هنايا فواحد ستاسيون سيرفيس هنايا لقينا هكا راكو عارفين مع الوليدات ما نقدوش نشدو الطريق هكا طويله، فهنا هودنا باش نمشي هكا لي تواليت ارتاحينا شويه. والولاد خليناهم يلعبوا في هذا التي بارك هذا، فعجبهم الحال الصراحه. البنات عندهم هاد لوتوروت خادمينها مزيانه الحمد لله. هنايا سي بون وصلنا مدينه مراكش. وللاسف يعني كي زهرنا لقيناها مغيمه، ويعني الحاله ديال الامطار، يعني كانت مشاو فيها والامطار بدات كتصب، يعني صبت قبل ما نوصلوا لها وصبت يعني من رحنا فيها. الحمد لله هادشي خير ديال الله. المهم البنات حنايا اول حاجه بدينا فيها في مراكش وهي ساحه الفنا. وهذه الحريشه هذيك هذه الحريشه هذه اللي فيها السلعه فهنا البنات كندورو ساحة الفنا. كنشوفوها باش كتميز من ناحية الباعة المتجولين هادوك، ولا من ناحية هذيك المقهى الكبيرة أركانا، ولا هاد الأحصنة هذا اللي يعني كتقدروا تركبوا فيه وكيدور بكم في المدينة. كذلك بجامع الكتبية هو اللي معروف هو، ولكن بنادم يعني ما يقدرش يصور لكم كلش، فبياخذ وقت كبير وما كيبروفيتيش، يعني واحد اللي كيكون يتمشى يصور ما كيبروفيتيش حتى هو مع الجماعه. المهم البنات نخليكم مع هاد الاجواء، لان من بعد غادي نمشيو ناكلوا ان شاء الله في اركانا. لابد نوصلوا ساحه الفنا وما ندخلوش الاركانا، معروفه يعني غنيه عن التعريف مقهى اركانا. وبالطبع كيما وصلنا لمراكش الحاجه الوحيده اللي غادي ناكلوها وهي الطنجيه المراكشيه. يلا البنات خليكم مع الفيديو. طاح الليل البنات وصاي كحالت الدنيا، والناس عاد بدات كتخرج، وبدات الاضواء ديال الليل واحد الجماليه بشكل واحد المنظر جديد. حنا عيينا، قعدنا درنا شويه هكا، ولكن بما ان هذا النهار فوتنا تقريبا في تحت الشتاء يعني كتصب علينا، ما ديناش معنا مظلات ولا اخر، يعني قعدنا هكاك. واخا طولنا شويه هكا في اركانا هكا، لانه ملي كنا في اركانا صبت واحد دي شتويه زعما الصراحه انا جاتني نورمال لانها موالفه فيها. ولكن من وصلنا هنا لهاد الدار هذه اللي غادي نكريوها لهاد الليله ان شاء الله، ونفوتوا فيها النهار ديال غدا، يعني الا كنا بغينا نوليو حطينا فيها الصوالح ديالنا. قلت هكا من عجبتني بغيت ندير فيها واحد الدوره هكا نوريها لكم. الصراحه البنات عجبتني بزاف، وواسعه. مول الدار ديالها رحب بنا واحد الراجل، يعني هو اللي مول الدار.
يعني تحسي انك مع واحد ديال لا فامي ديالك ماشي واحد براني. كذلك كاينه المراه داير هنا معاه مراه اللي كتخدم معاه ان هي اللي كتقابل لك الفراش الا كنتي تسحقي شي حاجه. يعني هو الراجل كيمشي من الدار وكتبقى المراه ساكنه مور الدار كاينه واحد الجرده كبيره مور الدار على برا. في حالات الا كنتي بعدا مسحق شي حاجه وزيدون كتكلف هي بالماكله. وبحال غادي نوريكم ان شاء الله الصباح غادي يكون فطور صباحي هي اللي فطور تقليدي على اليد يعني ماشي ديال برا. هنا درت لكم واحد الدوره هنا من هاد الجهه هنا الدخله. وهنا كاينه واحد الصاله كبيره هنايا ماما انا خليت هنا الوالد ديالي كيصلي والزوج ديالي كان مشى هو الشومبره كيدوج. المهم كل واحد فين مشى. والوليدات درت لهم ديسانيمي هنايا لان النهار اللي خرجنا ما تفرجوش ديسانيمي دروك كنت كالمه يعني توحشوه. المهم انا غادي نكمل لكم الدوره في الشومبرات و وتشوفوا كاع المنظر كي داير الا كان بنادم مهتم وصاي. هذا مول الدار هو اللي قالنا ملي قلنا له يا عندكم هنا الشتا والاخر حنا جاتنا نورمال صحابنا عاديه. قالنا ودي راها مده طويله يعني ما معروفينش هما عندهم في مراكش انه تصب عندهم شتا هاد الدرجه. فقلنا سبحان الله حتى ان البنات والله حتى ملي كنا قاعدين في مقهى ديال اركانه اللي كانوا البنات الا كان شي وحدين ساكنين تما ولا كانوا في هذيك المقهى راه كان السقف الفوقاني كنا قاعدين في الاول في الفوق. خطره وحده تقولها كتردق السقف هكا ماشي تهرس ولكن تردق مع الجناب. وبقى الماء كيدخل كاع اصحابي القهوه. واحد القاوري كاع كان قاعد قدامنا كان يشرب قهوه خطره وحده هكا السقف نزل عليه بالماء هكا هود وتنفخ كامل. المهم بقى الجرا والزقا واقع. انا بقيت ميته بالضحك انا جاني عادي انا ما انا صحابي نورمال هكا كيكون في الشتاء. هما ما معروفينش عندهم الشتاء هكا كتكون وها علاش يعني جاتهم في شكل. المهم الحمد لله كلشي خير ديال الله. انا غادي نكمل لكم البنات هاد الدويره هادي في هاد الفيلا هادي. ان شاء الله تعجبكم الا كان بدا مهتم يعني علاش لا. وان شاء الله غادي نمشيو نعسو نرتاحو حتى الغد ليه نشارك معكم الفطور اللي غادي نفطروه لانه كيكون داخل مع الكريه ديال الدار. ومنها نمشيو نسوقو ان شاء الله غدا ندورو شويه في السوق. المهم البنات نخليكم مع الفيديو نخليكم مع الاجواء ديال مدينه مراكش. ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر نشوفوا اش من مدينه غادي نكونوا فيها. الى اللقاء.